عالسلامة، مرحبا بكم في مطبخ أم حبوب. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وسريعة وخفيفة اللي هي سلطة برغل. اللي تبع القناة يعرف لي أنا مغرومة ياسر بالسلايط. ديجا عاملة بلايست كامل فيه برشا أنواع سلايط، نخليكم الرابط متاعو في صندوق الوصف. سلطة برغل صحية وبنينة وسهلة، والأهم من هذا الكل تحضر في ساعة، والصغيرات يحبوها برشا. تبعوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. لهنا خديت كمية تقريبا ما بين 200 و 250 جرام برغل. البرغل هذا خديته ماركة تونسية معلبة، معناتها ديجا هو مفور. لهنا البرغل غسلته بالكدا وحطيته في كسرونة فيها ماء، فيه شوية ملح. البرغل متاعنا هذايا باش نحطو يطيب على الغاز تقريبا، يبقى 4 أدراج بعد ما يغلي الماء. ما يلزمش نخليوه للي معناتها يعجن، لازم تبقى الكعبة مزيانة. لهنا البرغل طاب واحضر بالطبيعة، استقطرته بالكدا ونخليه حتى يبرد تماما. ما نخلطوش مع بقية المكونات وهو سخون، يعني ما نخلطوش مع الخضرة هو مازال سخون. بعديك لهنا حضرنا الخضرة متاعي مقصوصة حاضرة. لهنا عندي بصل مقصوص وعندي فجل، عندي لهنا مايس قطانية، عندي لهنا معدنوس مقصوص جويد، فلفل أخضر تنجمو تستعملوا ألوان أحمر أصفر، خيار، طماطم مقصوصة مكعبات، ولهنا استعملت زيتون وكبار. وتو باش نبدا نزيد المكونات بالوحدة بالوحدة للبرغل متاعي. بالنسبة للمكونات نجمو تزيدو مثلا سفناريا مقصوصة مكعبات وإلا مقصوصة وطايبة. تنجمو تزيدو زادا جلبانة طيبوها. تنجمو تزيدو لوبيا خضراء، بالطبيعة تصمتوها ولا تفوروها وتقصوها معناتها قطع صغيرة وتزيدوها. يعني لهنا المكونات نتوما أحرار تنجمو تزيدو قد اللي تحبوا، بزيد بنة وبزيد منفعة. وتنجموا زادا تزيدو في المرحلة هذه الطن معناتها وتخلطوه مع بقية المكونات. أنا بالنسبة للطن ماذا بيا نزيدو ديما من الآخر كإضافة وزينة في الصحن. نكملو توا نزيدو المكونات متاعنا الكل كيما قلت لكم. والسلطة كيما قد معناتها ما نزيدوها مكونات ونشخشخوها قد ما تولي أبن. تنجمو تحطوا منها حتى لمجة للصغيرات في الروضة ولا في المكتب، معناتها حاجة خفيفة وبنينة وتشبعهم. لهنا زدت كيما قلت لكم الزيتون والكبار، تنجمو تقصوا شوية كورنيشون. ولهنا بعد ما حطينا المكونات تاعنا الكل نمشيو نحضروا قفاح السلطة نتاعنا. ولهنا بعد ما حطينا المكونات تاعنا الكل نمشيو نحضروا قفاح السلطة نتاعنا. لهنا خديت كعبة ليمون، ليمون مقصوص مكعبات، وزدت زيت زيتونة. تنجمو تزيدو زيت نباتي، من الطبيعة زيت زيتونة أنفع وخير. زدت عصرة قارص على خاطر الليمون اللي عندي ماهوش حامض برشا. ونزيدو شوية ملح وشوية فلفل أكحل بالطبيعة حسب الذوق وحسب كمية السلطة اللي عندكم. ونخلط كل شيء مع بعضه. تنجموا تحضروها قبل بوقت الفينيغريت هذه وتخليوها ترتاح والليمون يسيب البنة متاعو في الزيت. وبالحق راهو الليمون يعمل إضافة في السلطة، سواء سلطة هذية ولا سلطة خضراء. جربوه وتفكروني. توا زدنا لفاح السلطة متاعنا، وباش نخلطو بالطبيعة المكونات الكل مع بعضها باش تتفوح بالكدا. ولهنا كيما قاعدين نشوفوا الالوان تبارك الله، الريحة راهو تبارك الله تشهي. السلطة هذيا تنجموا بالطبيعة تحضروا كمية وتخليوها في الثلاجة. بالطبيعة ما تصبرش برشا، لكن تنجموا تحضروا كمية متاع مديدة هكا، تجبدوا كل مرة منها شوية. والسلطة هذه راهي بصراحة تنجم تكون حتى سلطة صيفية، تنجموا تحطوا منها كيما قلت لكم للصغيرات في اللمجة في الروضة ولا في المكتب، بنينة وتشبعوا، والأهم من هذا الكل اللي هي صحية. ولهنا السلطة متاعي حضرت، يبقى كان الدريساج متاعنا نزينو كيما نحبوا الصحن متاعنا. وأنا لهنا زينتها بكعبات عظم مسموطين، شوية كورنيشون، شوية زيتون وشوية تون، وتجي هكا مزيانة بنينة بريزونتابل. وصفة سهلة فيسع فيسع تحضر، وبنينة برشا كيما قلت لكم وخفيفة ما تقلقش وتساعد الناس الكل. هذه الوصفة متاع سلطة اليوم إن شاء الله تكون بالحق عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها. بالنسبة اللي ما جربش سلطة البرغل
نتمنى كالعادة تعجبكم الوصفة وتشجعوني بجيم فيديو، أبوني للقناة وتفعلوا الجرس، ونتقابلوا إن شاء الله في وصفة قادمة.